الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا ترحم من استحق العقوبة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: أدبوا أولادكم، قال: لأن يؤدب فإنهم خلقوا لغير زمانكم، وقال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من يتصدق بصاع. والتأديب ترى هو التعليم والترغيب بالهدية وحسن المعاملة وبتغير الوجه إذا فعل خطأ، إن الأب والأم يتغير وجههم عليه ما في شيء. والضرب كما قال النبي: مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وأبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعاتب الطفل إذا تأخر عن المدرسة بال8 وال7 سنين ولا يعاتب على الصلاة. يعاتب إذا أخل على الواجبات المدرسية أو الأمور الثانية أو الاقتصادية، ولا يعلم الدين ولا يحاسب. سبحان الله سبحان الله، ما أسرع تغير الناس. هذا دينكم وهذا أمانة عندكم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قيل: أتحملنا الآن الأمانة بما فيها؟ قلنا: وما فيها؟ قيل لهن الثواب والعقاب، الثواب على الطاعة والعقاب على الصيام. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خفنا منها وحملها الإنسان لأنه مكلف عاقل، مع أنه ظلوم جهول، لكن الجهل شفاءه العلم والظلم شفاءه الزجر والأدب حتى يستقيم على شريعة الله ودينه، ما يترك هملا. والدعاء الصالح دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما يكون قرة أعين إلا بالتربية والتعليم وحسن النية في الزواج، طلب الذرية الصالحة من مقاصد الزواج، طلب الذرية الصالحة واختيار الزوجة الصالحة، وأن يكون الأبوان أسوة صالحة، وأن يكون البيت مهيأ بالصلاح وممنوعا عنه أسباب الفساد. جبرائيل عليه السلام ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيت عائشة رضي الله عنها، كرامة لها خاصة من دون أمهات المؤمنين. فواعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يأتيه على العادة، فتأخر جبرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يتأخر الملك، ما يخلف الوعد، الأمر فيه شيء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت يلتمس في السوق، وإذا جبرائيل على فرس في صورة دحية الكلبي. قال: إنك تأخرت. قال: إن في البيت تمثال صورة مجسم، صورة حيوان، وفيه جير وكلب، فريخ كلب صغير لحسن والحسين. فأمر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كأصل الشجرة، ومر بالجر والكلب أن يخرج، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال ولا صورة. الله يرحم الأحوال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سريعا ونفذ، فدخل جبرائيل عليه السلام. فيكون موجودات البيت تعين أهل البيت على التقوى وعلى السلامة وعلى الاستقامة على الدين، ولا تنزع بهم يمنة أو يسرى. كذلك الموسيقى من أخطر الأمور على الناس. قرأ ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من في ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. قال عنه عمر: كنيف، يعني وعى ملئ علما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. يحفظون السور بمعانيها، ما هو بس حفظ تلاوة. هذه طريقة اليهود، ما كانت قراءتهم الكتاب إلا أماني تلاوة، ما يعتنوا بالفقه فيه.
قال أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ ابن مسعود وغيره وعثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا فيهن من العلم والعمل، فتعلم من العلم والعمل جميعا. وهكذا تعلم التابعون من الصحابة وتابعوا التابعين من التابعين رضي الله عن الجميع. فابن مسعود قرأ قول الله تعالى في سورة لقمان عليه السلام: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذه الآية في الغنى. يحلف ابن مسعود بارا إن هذه الآية في الغنى. وسمى أبو بكر رضي الله عنه الغنى المعازف سماها مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأقره. أنكر على جاريتين دون البلوغ. فيهيأ البيت ما يكون فيه أشياء تصد على سبيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حديث روي عن غيره مرفوعا، هو قال موقوفا عليه، قال: والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية في الغنى. ثم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أي أب أو أم يرضى لولده فلذة كبده أن ينبت النفاق في قلبه، وإن رضفوا ما نصح. وإنما أولادنا أكبادنا. الشعراء الجاهلية يقولون: تمشي على الأرض لو مست الريح أحده ما نامت عيني من الغامض. ويتوجعون لأولادهم إذا مشوا على الرمضة، فكيف بالنار؟ يهيئ الناس لاستعداد تحمل شريعة الله عز وجل والاغتباط بها ورجاء ثواب الله عز وجل عليها والخوف من عقاب الله على التقصير والقصور فيها. يهيئون من قبل، من النشأة الأولى، من الطفولة. النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الحسن والحسين تمرة واحدة إنه من الصدقة لا تحل لمحمد فتؤثر على قلبه قسوة. والحرام يفسد القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال بعد ذلك: ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ما حرمه الله حماه، لا تعتدي عليه ولا ترى إن ولدك يعتدي عليها وبنتك. ألا وأن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متى يفسد القلب؟ إذا دخل عليه الحرام، إذا سمع الحرام، إذا نظر إلى الحرام، إذا